يعني انتم تروحون تتحارشون بالحلبوسي بالانبار، يعني ايش تستفادون؟ الانبار مو مال ابو احد، مو مال ابو واحد، بس بالاخير الانبار يعني مال كل العراقيين. اشبه بالمحسومه. يعني شو مو جنوب صلاح الدين يمنا؟ إيه انا هسه نطلع انا وياك بصلاح الدين تلقي صور تقدم كلها في صلاح الدين وسامره، صوره ما شلنا احنا. ما نسوي ذني الاشياء، موجود اهلا وسهلا. هذا تنافس طبيعي. شنو المشكله اذا رحنا الانبار؟ ليش مو اهلنا الانبار؟ لا اهلك، بس طبعا يعني شنو المشكله؟ انتم عندكم هدف بها. لا ما هذا الكلام مو دقيق. اولا احنا عندنا هدف ان نشترك في جميع محافظاتنا، زين. مو بس الانبار، وهذا حق طبيعي. يعني اليوم هسه من يشترك اي طرف في الحله او بالبصره او بالكوت او اي محافظه، لازم ما يروح هذا مو من هاي المحافظه، او بنروح لمحافظاتنا من اي نوى. اذا اروح النينوى والدياله او اي محافظه يقولوا لي ما تجي انت، مو هذا كلام مو منطقي. بس قصدي هو بالاخير انت اليوم الانبار هي تعتبر معقل تقدم، معقل الحلبوسي، صار جدل كبير بينك وبينكم انتم كقوة سياسية كعزم وتقدم حول الانبار. ليش دائما الانبار؟ ليش انتم انظاركم نحن يعني روحوا تنافسوا بالموصل؟ ليش هي ماكو مكان حكر لشخص استاذ غزوان. اليوم ماكو موقع حكر لشخص. صحيح. احنا نتنافس كلنا بيناتنا، هذا حق طبيعي.